ناس كتير بتحب تاكل الأكلة دي في المطاعم، وعشان كده أنا عملتها في البيت، وياريت تحتفظي بيها علشان خاطر تعملها في العيد. حلوة جدا جدا. نسمي الله ونصلي على الحبيب، وما تنسوش لايك واشتراك في القناة، ولايك ومتابعة على الفيسبوك. ولو أول مرة تشوف قناتي، يعني اسمي سماع عمر. أول حاجة كده هجيب الطاجن بتاعي. تمام. هي بتبقى حلوة في الطاجن، بتاكليها انت في المطاعم كده في الطاجن. جبت بصلاية كبيرة كده حلوة كده، هقطعها كده زي ما انتوا شايفين، طرنشات او حلقات زي ما انت بتقولي. معلقة صغيرة مليانة فلفل اسمر، ونص معلقة صغيرة من الكمون. تمام. هظبط الملح بتاعي كده زي ما انتوا شايفين. في خطوة حلوة جدا جدا بتديها طعم وتست حلو. هي انتوا شايفين ان هي بسيطة، بس الحركة دي هي اللي هتديها طعم. اللي هي ايه بقى؟ بتدنك تدعاك البصلاية مع الملح والتوابل بالشكل ده، لحد ما تبص تلاقي البصلاية شربت منها، والبصلاية كمان طريت في ايديكي. التست ده بتدي طعم حلو جدا للبطاطس، والله العظيم بتخليه طعم مختلف. حتى لو انت هتعمله في صينية، اعملي الحركة دي وادعيلي بعد كده. جبت قرن فلفل كده حار كده، عشان احنا بنحبها سبايسي شوية. مش عايزاها سبايسي حطي بارد. وكمان حطيت نص معلقة صغيرة كده من الشطة. الشطة طبعا دي اختياري. تمام. بعد كده بروح جاية منزلة البطاطس بتاعتي زي ما انتوا شايفين، مقطعاها بالشكل ده. انا بحب اقطعها، بقسم البطاطساية بالطول كده بالنص، وبعدين ببدأ اقطعها. تبص تلاقي البطاطس انت مقطعاها حلقات او طرنشات، بس بالنص، مش مخليها كبيرة قوي. تمام. لكن لو البطاطس حجمها صغير عندك، ما تقطعهاش. طبعا هي كده كده هتبقى الحلقة بتاعتها او التقطيعة بتاعتها صغيرة. هقلب البطاطس كده مع البصل والتوابل والفلفل والكلام الحلو الجميل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. لحد ما كله يختلط ويشرب من بعضه. جبت مكعب مرق دجاج كده، وهحطها فيها كده تعزز الطعم وتخليه حلو. عندك عصير طماطم بقى، حطي حوالي كده نص كيلو من الطماطم كده، ضربته وعصرته كده في الخلاط. حطيت كده معلقتين كبار من السمنة، وهقلب كده كل الحاجات الحلوة كده كده معايا. تمام. بجيب بقى اللحمة بتاعتي انا سلقاها. تمام. دي مسلوقة طبعا، احنا كلنا شاطرين كده وعسل كده بنعرف نسلق اللحمة. هبدأ انزل اللحمة بتاعتي، كمية اللحمة بتاعتي كده في قلب البطاطس كده في الطاجن، وهقلبها كده عشان تختلط ببعض. جبت كده كوباية واحدة من المرقة بتاعتك او الشوربة، شوف انت بتسميها ايه، اللي هي شوربة اللحمة او المرقة. تمام. هي كوباية واحدة كفاية، عشان انا مش بحب المية تكون كتير في البطاطس. وهقلب كده كله مع بعضه كده. تمام. عايزة تغطيه غطيه، عايزة تسيبيه كده مفيش اي مشكلة. دخلته الفرن كده لحد ما استوى، وكانت ريحته قلب الشقة عندي والله العظيم، وريحته كانت جايبة لآخر الشارع. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك واشتراك. سلام عليكم.